ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. في البداية كده معلش على صوتي عشان عندي برد بس واطول شوية، فانا ما حبيتش ان انا اطول عليكم. فيلا بينا نبدأ الفلتر ونشوف هنعمل ايه. تعالى كده نروح على اللايت ونشوف انا عملت هنا. انا فتحت شوية في الاكسبوجر، والكونتراست عملته 9، والهايلايتس انا عامله سالب 94، والشادو عامله 65، والوايت -100، والبلاك 31. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب اقلل الوايت في الفلاتر اللي هي فاتحة، عشان كده كده انا بفتح في الاكسبوجر فالوايت بيبقى قليل، فبدي طابع كده على البشرة حلو جدا. تمام. تعالى بقى نروح على الكولر، وعندك هنا الكولر جريدنج. انا ما عملتش حاجة في الشادو، وعملت في الهايلايت الهيو فيه 240، والساتوريشن 43. لو ما بتعرفش تعمل من الكورة دي حاجة فاضغط على السهم ده بس، وهيجيب لك سلايدر كده بتاع الهيو والساتوريشن. تمام. تعالى بقى نروح على الألوان الميكس كولر، الكولر ميكس واللون الأحمر. أنا هنا زودت في الساتوريشن شوية. تمام، عملت 36، وما غيرتش في اللون بتاع اللون الأحمر يعني. عندك هنا برضو في اللون البرتقاني أنا طلعت الساتوريشن عند 35، والليمونز 11. وعندك هنا في اللون الأصفر أنا قللت اللون الأصفر، يعني الصورة مفيش فيها لون أصفر أصلا. أنا خفيت اللون الأصفر خالص. وعندك هنا في اللون الأخضر ما عملتش حاجة. اللون السماوي أنا عملت الساتوريشن فيه 59 وبس، ما عملتش حاجة تاني. واللون الأزرق الهيو فيه عملته -32، والساتوريشن 63. هنا ما عملتش حاجة، هنا ما عملتش حاجة. تمام كده. على فكرة الفلاتر دي بتبقى مركونة عندي، فلو انت مثلا بتشوفني بدخلك على حاجات ما عملتهاش، فده طبيعي. الفلتر ده ممكن يكون بقاله بتاع شهر او شهرين موجودة عندي اصلا، فاهم؟ فطبيعي ان انا بنسى انا كنت عملت ايه، بس برجع ان انا افتكر معاكم واشوف انا عملت ايه. اهم حاجة تكون عارف انت بتعمل الفلتر. تمام. انت عملت كده ليه؟ فاهمني؟ يعني انا ببدأ ان انا بشوف الفلتر مثلا، بعرف حاجات معينة الهايلايت والدنيا دي كلها، بس مش لدرجة ان انا اعرف الالوان عاملها عند ارقام ايه بالظبط. فهتلاقيني مش فاكر قوي. فعشان كده بخش على كل حاجة واتأكد عشان ما انزلكش حاجة لو ما تستفادش منها. ببقى عارف ممكن ان مش موجود هنا، مش عامل كيرف او مش عامل حاجة، بس اللي هو بخش عليه عشان حاجتين: ان انت تشوف ان انا مش عامله تمام، وان انا عشان لو كنت عامله ونسيت او حاجة عمل تعديل بسيط مش باين في الصورة، انت تكون برضو شايف الدنيا كلها عشان ما يوصلكش حاجة غلط. تمام كده. تمام يا مان. تعالى نروح على افكت، وعملت الافكت اللي انت شايفينه قدامكم ده. طبعا الافكت على حسب صورتك انت، لان ساعات الصور بتبقى مبكسلة فبيبوظ لكم الدنيا خالص، فعلى حسب صورتك ظبط الدنيا. وبس كده. تعالى بقى اوريك الصورة قبل وبعد في الصور كلها. دي قبل، ودي بعد، دي قبل ودي بعد، دي قبل ودي بعد. طبعا انت لو عايز تاخد مثلا، انا عندي هنا الصورة دي مش عليها فلتر مثلا، اشيل لك الفلتر خالص عشان تتأكد. جبت مثلا الفلتر ده بعمله كوبي سيتنج من هنا، وبعدين علامة صح، وبروح على الصورة اللي مش عليها فلتر وبعمل كده. الفلتر موجود على الصورة. طبعا انت لو مش عارف بتاع كوبي وبيست والكلام ده كله، انت الفلتر هينزل لك صورة زي دي، فاهمني؟ الفلتر هينزل لك صورة، هتضيف الفلتر هتلاقيه صورة. تمام تمام. هتخش على الصورة دي بس كده، بس هتلاقيها صورة بصيغة رو. هتخش على الفلتر وهتعمل كوبي، وتروح على اي صورة وتعمل بيست. بس طبعا الصورة دي على فلتر فهو مش هيتأثر خالص. وبس كده. الباسورد بقى 300 300. وبس كده يكون الفيديو خلص. ما تنساش بقى اللايك وسبسكرايب عشان تشجعني وانزل فيديوهات اكتر. ورمضان كريم. وبس كده. سلام.